الرئيس ترامب هو اللي هياخد قرار بناء الهيكل الثالث اليهودي في وسط شعب إسرائيل، والقرار ده هيهيج كل الشعوب العربية وهيقوم حرب يوم القيامة الكبرى حسب المكتوب في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة. كل اللي بيحصل في إسرائيل، اللي عملته في فلسطين واللي عملته في لبنان واللي عملته في سوريا، ده تمهيد لبناء الهيكل الثالث وقيام إسرائيل الكبرى. طيب الكلام ده مكتوب فين؟ الكلام ده مكتوب في كتاب النبي دانيال، مكتوب بالنص: فيكون مكانه محتقر، لم يجعله عليه فخر المملكة، فيأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات. هنا النبي دانيال شاف كل تسلسلات الانتخابات الأمريكية من قبل ما تكون ب 2600 سنة، فسلسل الملوك. ففي آخر ملوك الولايات المتحدة مكتوب في الصفحة رقم 11 إن في ملك في نهاية تاريخ الولايات المتحدة هيقوم. بيوصفه بإيه؟ فيكون مكانه محتقر، ده أول وصف. لم يجعله عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات. ترامب مسك المملكة بالتملقات، كان بيخاطب المسلمين وكان بيخاطب المسيحيين واليهود والملحدين والمنبوذين، وجمعهم كلهم حواليه واداهم وعود انتخابية كاذبة، مثلا بالسلام الزائف اللي هيصنعه في العالم. دلوقتي هو بيشتعل الحروب في العالم حرفيا. فتكملة النبوة بتقول لك ايه: ومن المعادات يعمل معه بالمكر، يعني الملك ده بيعمل بالمكر، يعمل بالمكر ويصعد ويعظم بقوم قليل، ويدخل بغتة على أسمن البلاد ويفعل ما لم يفعل أباؤه ولا أباء أبائه. الكلام ده مكتوب في الصفحة رقم 11 في كتاب النبي دانيال عن الرئيس ترامب: ويدخل إلى أسمن البلاد ويفعل ما لم يفعل أباؤه ولا أباء أبائه. الرئيس ترامب بيخش بيحلف في السعودية، بيخش عايز ياخد فلوس من اليابان، عايز ياخد جرينلاند، عايز يخلي الاتحاد الأوروبي خاضع ليه. حلو الكلام. عايز يصنع حرب تجارية مع الصين ويكسر شوكة الصين. فهنا بيقول لك وصفه ايه: ويدخل بغتة على أسمن البلاد ويفعل ما لم يفعل أبائه ولا أباء أبائه، يعني يفعل اللي ما فعلهوش الملوك اللي قبليه. لو شفت القرارات الجمركية اللي ترامب بياخدها، هتلاقي أوباما طلع قال لك أنا ما كنتش أقدر أخد القرارات الجمركية اللي ترامب خدها دي، لأنها بتغير منظومة الحرب العالمية التانية اللي حصلت بعد الحرب. فترامب بيفككها دلوقتي، يحاول يحل حلف الناتو، يحاول يحل ينشق عن اوروبا، واوروبا بتنشق عنه وعايزه تروح تحارب روسيا لوحدها اوروبا. وهتلاقي بيدعم اسرائيل بطريقه رهيبه، بيدعم اسرائيل بطريقه رهيبه حسب تكمله النبوه. تكمله النبوه بتقول لك ايه هيعمل ايه بقى مع اسرائيل. بيقول لك ايه: وتقوم منه أزرع وتنجس المقدس الحصين وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الركس المخرب. اخطر نبوة مكتوبة في كتاب النبي دانيال ان ترامب هتكون منه اذرع، اللي هم الصقور بتوعه اللي في مجلس الامن القومي الامريكي الداعمين لاسرائيل، هيدوا المشورة ان هو ياخد قرار تدشين بناء اول حجر في هيكل سليمان الثالث. فتقوم منه أذرع وتنجس الهيكل الحصين. يعني ايه الكلام ده؟ معناه ان المدينة المقدسة دي متحصنة، او مدينة القدس او اورشليم، عند اليهودية بيسموها اورشليم، قدس عند المسلمين الموضع المقدس اللي فيها الله تقدس او نزل بنفسه في الموضع ده. الموضع ده اسمه القدس. فترامب عايز يعمل تغيرات ديموغرافية فيه، تغيرات ديموغرافية فيه. فبتقول لك النبوة: تقوم منه أذرع تنجس المقدس الحصين وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الركس المخرب. بص يا سيدي، في منتصف الحرب العالمية الثالثة اللي احنا داخلين عليها، هيكون طيار إسرائيلي منشق عن الجيش هيقصف المسجد الأقصى، هيقصفه والمسجد هيجي على الأرض، وهيبدأوا ياخدوا قرار تدشين أول حجر لهيكل سليمان الثالث. الكلام ده كله هيحصل في أحداث متسارعة بسرعة، هيكون خبر على خبر على وسائل الإعلام، قناة الجزيرة، قناة العربية، أخبار كده بتطلع ورا بعض والحكاية متسارعة. فالناس أصلا مش هتلحق تفكر لأن الحكاية هتحصل ورا بعض. طيب إيه العلامة اللي أول لما تحصل تعرف إن الكلام ده هيبدأ يتم؟ في علامة مكتوبة في الصفحة رقم 8. علشان تعرف العلامة دي، هي مكتوبة بالشفرة. وعلى فكرة نبوات النبي دانيال مكتوبة بالشفرة عشان المؤمنين يفهموها، مؤمنين بالله يفهموها، والغير مؤمنين يستهزئوا بيها وما يفهموهاش. فناس تفهمها وناس ما تفهمهاش. فقال لك ان مكتوب ان في كبش وتيس من الماعز هينطحوا بعض في الشرق الاوسط. الكبش والتيس من الماعز دول اسرائيل وايران. يعني بمجرد ما تشوف حرب اسرائيل وايران
قائمة اعرف ان العالم مش هيستمر بعديها 1290 يوم، والاحداث المتسارعة هتبدأ، والحرب العالمية الثالثة هتشتغل. حلو الكلام. وهتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وكل واحد هيمسك واحد طبعا، يعني أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين. الاتحاد الأوروبي هيمسك روسيا، أمريكا هتمسك الصين، إسرائيل هتمسك إيران، مصر هتمسك أثيوبيا، كوريا الشمالية هتمسك كوريا الجنوبية. حرب هرمجدون الكبرى، وهي على تكة، هي على تكة خلاص، هي على تكة. فبيقول لك ايه رأي النبي دانيال في الصفحة رقم 8، بيقول لك عن علامة حرب اسرائيل وايران، اول لما تشوفها تعرف ان العالم مش هيستمر 1290 يوم. بيقول لك رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا فلم يقف حيوان قدام ولا منقذ من يديه. هنا على ايران. بيقول لك وبينما كنت متأملا إذ بتيس من الماعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض. هنا صورة لإسرائيل أو الغرب الجماعي، بيقول لك جاء على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض، معناها إنها ضربة جوية على إيران، مش برية، ضربة جوية، لأنه قال لك على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض. طب التيس ده عمل إيه؟ وللتيس قرن معتبرا بين عينيه، يعني التحالف الغربي في قرن اللي هو إسرائيل معتبر بين عينيه، يعني رأس الحربة بتاعتهم. حلو الكلام. فركض بشدة قوته على الكبش، ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه وطرحه إلى الأرض وداس، ولم يكن للكبش منقذ من يديه. يعني التيس الماعز اللي هو إسرائيل والغرب الجماعي كله اللي من المغرب ضرب الكبش اللي هو إيران. طيب الحرب دي لو بتسمع السياسة وبتسمع وسائل الأخبار هتعرف إن بتتمهد دلوقتي. طب إسرائيل ضربت لبنان دلوقتي، ضربت سوريا، امريكا ضربت اليمن. الدور جاي على مين؟ على رأس الافعى اللي هو ايران. بمجرد ضرب ايران اعرف ان العالم مش هيستمر 1290 يوم. دي علامة بقولها لك مكتوبة في كتاب النبي دانيال، لانه بيقول لك لما تيس الماعز ضرب الكبش ده ايه اللي حصل؟ وتعظم تيس الماعز او الغرب الجماعي، وتعظم حتى الى جند السماوات، وطرح بعض من جند النجوم الى الارض، وحتى الى رئيس الجند تعظم، وبه ابطلت المحرقة الدائمة. عشان تفهم يعني ايه كلمة ابطلت المحرقة الدائمة لازم تروح الصفحة رقم 12 في كتاب النبي دانيال برضه. النبي دانيال سأل الملاك وقال له ايه هي العلامة اللي العالم هينتهي بعدها؟ فالملاك رد عليه وقال له بالنص، قال له ايه في الصفحة رقم 12؟ قال له من وقت ازالة المحرقة الدائمة اللي احنا كنا بنتكلم عنها بعد اللي هتحصل بعد حرب اسرائيل وايران، من وقت ازالة المحرقة الدائمة واقامة ركس المخرب 1290 يوم. يعني مجرد ازالة المحرقة الدائمة العالم مش هيستمر 1290 يوم. طب يعني ايه بقى المحرقة الدائمة؟ المحرقة الدائمة هي ارغام الناس على عمل الشر، ارغام الناس على عمل الشر، قفل ابواب الرحمة، ده في العالم الروحي. نزع المحرقة الدائمة يعني ذبيحة الصليب تتنزع. طب ذبيحة الصليب اللي ضحى بيها السيد المسيح في المدينة المقدسة لتغسيل خطايا كل الخاطئين، علشان يفتح ليهم بوابة للدخول للسماء، الجنة، أرض العجائب، وأم الأموات، وكل اللي آمن بيه بيخرج وراه من الأموات. مجرد ما ذبيحة الصليب تختفي عن عيون المسيحيين معناها إزالة المحرقة الدائمة، والكلام ده بيحصل دلوقتي. هتلاقي جيل المسيحيين بكل طوائفه بيرتد عن السيد المسيح، لكن في أقلية اسمهم المختارين، اللي انت واحد منهم وانت بتسمع هذا المقطع، دول ليهم الحياة الأبدية، ليهم الحياة الأبدية لأنهم اعترفوا بدم المسيح وبقيامته من الأموات. فبيقول لك إيه؟ العالم مش هيستمر 1290 يوم. طوبى لمن ينتظر ويبلغ هذا الوقت. أما أنت يا دانيال فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. دي في آخر جملة في السفر. الملاك بيقول للنبي دانيال اذهب استريح، يعني تقوم لقرعتك في نهاية الأيام. إحنا بقى في نهاية الأيام دي، في نهاية التاريخ، والعلامات كلها ظهرت. العلامات كلها ظهرت. بص، تفكك أسري ظهر، الأسر بتتفكك دلوقتي. الأب بقى بيستهين بابنه، والابن بقى يستهين بأبيه، والأخوات ابتعدت عن بعض، والناس بقت محبة للمال، محبة للسلطة، محبة للشهرة، والنت دخل كل بيت، عمل برج بابل التاني. يعني كل بيت فيه راوتر دلوقتي، فعمل برج بابل التاني، فالعالم كله التحم مع بعضهم البعض، يعني بقوا حاجة واحدة، واجتمعوا كلهم على الانشقاق على الله أو على عمل الشر. في المختارين المؤمنين الأقلية في العالم المحفوظين من أجل اسم الله، دول ليهم الحياة الأبدية اللي اعترفوا بدم المسيح وقيامته من الأموات، اللي انت واحد منهم، انك لسه مكمل الفيديو لحد هذه الثواني ما طلعتش منه، فده دليل انك قابل الكلام. حلو الكلام. فالوقت قريب،
الله هينزل بنفسه وهيقيم كل الأموات، وهيحط كل الأحياء أمامه من آدم الأول لآدم الأخير، وهيحاسب الجميع. كل من اعترف بصليب يسوع المسيح وقيامته من الأموات ليه حياة أبدية. كل من رفض ذبيحة المسيح لن يكون له حياة أبدية، بل يمكث عليه غضب الله. ده ملخص كل الأمر، ده ملخص الكتاب المقدس، ده ملخص كل شيء. الوقت قريب، استعدوا للقاء إلهكم.